السلام عليكم، ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل حلقه سريعه وحلقه جميله وخفيفه واكيد كلنا بنحبها. طيب حلقه ايه؟ ورق العنب. اكيد لما بنروح السوق واول ما عينينا بتيجي عليه بنفتكر على طول شهر رمضان طبعا، وكل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم بالخير يا رب. هنجهز ورق العنب في خطوتين وسريع جدا. اول حاجه هنشتري طبعا ورق العنب، وهنشوف هنشتريه ازاي. اول حاجه عشان نعرف ورق العنب، الورقه تكون ناعمه ملمسها ناعم زي دي كده، نفس الشكل ده كده. اي حاجه تانية غير الشكل ده مش هتبقى ورق عنب. طيب هنعمله ازاي؟ اول حاجه يا اما تعمليه بالسكينه كده اهو اهو، يا اما عادي خالص اهي، مش محتاجه يعني ايه اي حاجه اهو زي ما قلت كده. كميه قد ايه؟ الكميه دي اللي انت عايزاها. طيب هنخزنه ازاي؟ بيتخزن مسلوق ولا ازاي؟ لا احنا هنخزنه. طيب دقيقتين هخلصه وارجع لكم. طبعا احنا دلوقتي ظبطنا ورق العنب ما بيتغسلش، لان لو اتغسل وبتيجي تخزنيه بيكسر معاك. انا عن نفسي ما بغسلوش، كل واحد حر في الطريقه بتاعته. طيب هنخزنه ازاي؟ في طريقتين للتخزين. الطريقه الاولانيه ودي انا عمري ما عملتها بس انا هعملها معاكم، اللي هي البرطمان. دي طريقه لبنانيه بيعملوها في لبنان، بيعبوه في البرطمان او في ازايز ويعينوه من السنه للسنه. طيب الطريقه الثانيه في ناس بتخزنه كده، بيحطوه فوق بعضه كده ويظبطوه ويعملوه، بيبقى بنفس النظام كده. بس في حاله لو انت هتحطي ورق العنب ده في درج واحد، كلاته يبقى فوق بعضه كده، ما تشيليش ولا تحطيه عشان ما يكسرش منك. طب والطريقه الثانيه ورق استرتش وتخزنيه فيه. يعني ايه ورق استرتش؟ هتجيب ورق استرتش. انا كنت عامله قبل الحلقه ديت كنت انا عامله تخزين لورق العنب، بس ايه ما كنت صورته. ده ورق بيبقى معمول بورق الاسترتش، هتمسكيه زي ما انا عاملاه كده، وهتلفيه ورق في ورق الاسترتش وتعملي الكميه اللي انت عايزاها. يبقى احنا عندنا دي اول طريقه اهي. طيب والعنق بتاعته ديت هنقول لك هنعمل فيها ايه؟ مش هنرميها. طب لو انت مش عايزاها والله بقى براحتك ارميها. اول حاجه هنجيب برطمان زي ما قلت زي ده كده، ماشي. هنحاول نحط فيه ورق العنب اهو. اهم حاجه البرطمان يدك كويس جدا علشان نطلع الهواء منه اهو اهو. طبعا ده ما بيكسرش ولا بيجرى له اي حاجه البرطمان اهو. انا عايزه ممكن تلفيه كده عادي اهو وتحطي اهو لحد ما البرطمان يتقفل، وهسيبه ان شاء الله لما نيجي نعمله باذن الله هنبقى نعمله مع بعض. يبقى احنا عندنا دلوقتي طريقه، دي تاني طريقه لايه؟ لورق العنب. اهم حاجه تفضلي تدك في البرطمان ده عشان يطلع الهواء، ما يبقاش فيه هواء خالص. وهنخزنه ان شاء الله وتحطيه في طبق. خزنه فين؟ في خشب المطبخ عادي خالص، في اي مكان بعيد عن ايدك وحطيه. اهم حاجه يكون بس الغطا بتاعه محكم كويس عشان ما يدخلش هواء. هتيجي تبصي ما تحطش على ميه ولا اي حاجه. دي طريقه تمام اهي. ده اول حاجه. احنا معانا ده بالاسترتش اهو، وده في برطمان. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هوريك بقى. لو انت مثلا طب انا ما عنديش ورق استرتش مثلا ومش موجود عندي او خلص، هنعمل طريقه اهو. هنجيب كيس خالص، كيس من بتاعه اللبن، تمام اهي اهو. اهم حاجه ما تحطش زي ما كده بالعرض. دلوقتي احنا هنلفه، بس هنلفه ازاي هوريهولك. لو انا مثلا ما عنديش ورق استرتش، طبعا انت هتحطي الكميه اللي انت عايزاها. يعني مثلا دول يعملوا الوجبه بتاعتك مثلا اللي انت متعوده عليه اه. طب ازاي بقى ان انا هلفه؟ اول حاجه هتمسكي الكيس، تمام، طلعي الهواء من الكيس خالص اهو، ماشي اهو. طبعا انا مش عايزاه يتكسر، لانك انت لو حطيتيه في قلب الكيس بالعرض كده على المسافه بتاعتها دي، مثلا زي الورقه كده بحالها كده، اوري لك اهو كده، وحطيتيها في الفريزر مثلا وسط حاجات وتيجي تشيليها الورق ده بيكسر، تمام. طب هنعمل فيها ايه؟ لحظه بقى هوريك بقى. للي عندها استريتش، الاستريتش ده جميل جدا، بس انا بصراحه البقره عندي خلصت. انا بقى هوريك ده باستريتش اهو. طيب ايه بقى؟
بكرة بلاستر وامسك ده اهو. بصي كده اهو، اقعد بقى ايه الف كده. معلش عشان الصوت اهو. وهاجي برده كمان بالعرض. تمام. انت بقى لفي بالطريقه اللي انت عايزاها. انا اديتك ايه شكلين، دي 3 يعني. ده كمان برطمان لو انت عايزه تخزنيه في الازازه او في برطمان. اهم حاجه يكون محكم الغلق. وبعد كده تجيبي اهي، هتحطيها في اي جنب في الفريزر او في الثلاجه بتاعتك، لا مكسره ولا في حته صغيره جدا هتعملي الكميه اللي انت عايزاها. يبقى انا وريتك ده اكياس بتاعه لبن بتاعه الثلاجه عادي خالص، هتحطي فيها واعملي بقى الكميه اللي انت عايزاها. شوفي انت مثلا اسرتك بتحتاج ايه هتعمليه. يبقى احنا عملنا بالكيس. طيب وهنربطه ازاي او هنعمله ازاي؟ باللزاق او السلوتيب اللي هو ده. تمام كده. يبقى احنا عملنا ايه. طيب هنقول العناء بتاعه الورق العنب. كل كيس انت بتخزنيه هتقومي راحه حاطه فيه شويه زي دومت كده. لو انت بتحبيه تحطيه في الارضيه تحت حله المحل زي دوم كده. هتسلقيهم بعد ما تسلقي ورق العنب. طيب بيتسلق ازاي؟ حله على البوتاجاز فيها ميه، نص ليمونه وشويه ملح ومعلقه زيت. طب الزيت انا يعني الزيت بيلمعه، بيخلي الورقه شكلها حلو وبتدي لمعه حلوه قوي في الطبيخ بتاع الورق العنب. يبقى قلنا العناء بتاعته هتمسكيها تحطيها وسط ورق العنب، او هتحطيها في كيس لوحدها برضو وتسلفينيها كده زي ما انا قلت وتعمليها. يبقى انا كده وريتكم البرطمان بتاع ورق العنب. تمام يا جماعه اهو. وهسيبه ان شاء الله باذن الله لما نيجي ايه نسلق. المفروض ان انت تبكيه خالص اهو، ما يبقاش فيه هواء ويتقفل ما عادش يتفتح تاني خلاص اهو. يبقى احنا عملنا انا طريقه اللي هو الورق الاسترتش. مفيش لا اسهل ولا اسرع ولا اجمل من كده. وممكن تعمليها زي بالطريقه ديت. في ناس بيعملوها كده. والله بقى بصي انت عندك بقى دلوقتي كل الطرق. عملنا لك البرطمان، عملنا لك الاسترتش ده كان مجمد وانا عاملاه اهون، وده لسه عاملاه حالا معاكم زي ما قلت في الاكياس بتاعه اللبن. وبسطريها بالسلوتيب اللي هو ده. ماشي يا حبيب قلبي. وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من قناه اميره حسن. حلقه سهله وبسيطه جدا. كل سنه وانتم طيبين. وما تنسوش تدعموا القناه باللايك علشان يجيلكم كل جديد والقناه تكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وامنه. سلام عليكم.